أعلنت مجلة فورين بوليسي وهي الأكثر تأثيرا في مجال السياسة الخارجية أعلنت أسماء 100 شخصية تركت أثرا واضحا عام 2013 منهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أما الشخصيات العربية فانحسر تأثيرها مقارنة مع السنوات السابقة. المزيد مع نادية البلبيسي. تراجعت حظوظ العرب هذا العام في قائمة الأشخاص الأكثر تأثيرا في العالم لتصل إلى 8 فقط من أصل 100 تختارهم مجلة فورين بوليسي سنويا في مجالات شتى سياسية وبيئية وتكنولوجية. الإماراتية نور الكعبي تصدرت اللائحة عن دورها الرائد في بناء إمبراطورية إعلامية كما قالت المجلة، حيث تقوم الشركة التي ترأسها الكعبي 2454 بتدريب الإعلاميين والمخرجين. ركزنا على اللغة العربية التي هي 3% فقط أونلاين. هذا بالنسبة لعددنا إحنا في العالم العربي 350 مليون شخص يتكلمون اللغة العربية. أما اليمني فارع المسلمي فقد أكسبته انتقاداته للسياسة الأمريكية وخصوصا استخدامها للطائرات من دون طيار، حيث كان أصغر شخص سنا يقدم شهاداته في الكونغرس لقب الشخصية المؤثرة عالميا. وقام المسلمي بكتابة العديد من المقالات وعمل بصفة استشارية لمجموعة هيومن رايتس ووتش، وهو متحدث دائم في المنتديات العالمية. بالنسبة لي هذا خبر جيد لأنه يعيد من صياغة صورة العربي إجمالا في النمطية في الغرب، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. وضم تصنيف فورين بوليسي لأهم 100 شخصية مؤثرة في العالم الناشط البيئي العراقي عزام علوش، الذي عمل على مدى سنين طويلة لحماية الأهوار، حيث يرى التهديد البيئي أكثر خطرا من التهديدات الأمنية والصراع الطائفي. الأهوار العراقية هو أول مكان كان فيه هناك حياة مستدامة، اليوم نسميها Sustainable Development بالأمم المتحدة. احنا من اخترعنا الحرف، احنا من اخترعنا القوانين. وضمت اللائحة كلا من الكوميدي المصري باسم يوسف والناشطة هبة منيف، وكذلك النحاتة العراقية زاها حديد والمخرجة السعودية هيفاء المنصور، الذين لم يتمكنوا من حضور الحفل، بالإضافة إلى العراقية تمار الشلبي. ويبقى السؤال الذي طرحه الكثيرون هنا، وهو لماذا يحتفي الغرب بالمفكر العربي ويكرمه بينما تتجاهله الدولة التي يعيش فيها وأحيانا لا تستفيد حتى من أفكاره. نادية البلبيسي، العربية.